عشان بلبل فيه ترندات معينه فاتته، عمل 3 ترندات في فيديو واحد. جاب فيديو برضه لمشجع قبل كده جاب تيشيرت لمنتخب فلسطين وحطه قدام صلاح وقال له فلسطين يا صلاح. صلاح بص للتيشيرت وما مضاش عليه. ولو برضه رجعنا للفيديو ركز معايا كده، ده اسومين، يعني المشهد ده حصل يوم خساره ليفربول في الذهاب 1-0، والواد حط التيشيرت ومفيش قلم مفيش اي حاجه، يعني صلاح حتى بص للتيشيرت اللي هو افتكر فلسطين، يعني هيعمل ايه طيب؟ بس الحقيقه ان الواد ده كان بيعمل ترند. الحقيقه بجد بقى ان ده شخص مصري كان بيتدرب في جيم محمد صلاح كان بيتدرب فيه. الفيديو ده انا مصور عنه وجاب ملايين المشاهدات. الشخص ده من كتر ما هو كان خجول كان بيثبت الموبايل على اساس اللي هو بيصور نفسه وهو بيتدرب. هو عارف ان محمد صلاح هيظهر في الفيديو بتاعه. لما محمد صلاح لاحظ دوت هو اللي طلب من المشجع ده انه يتصور معاه وقال له ها نتصور ولا امشي. الحقيقه برضه ان محمد صلاح هو اللاعب الوحيد وقت وفاه اللاعب الفلسطيني اللي ملقب ببيليه فلسطين نزل التويته ديت على حسابه وقال هو ايه اللي حصل له، يا ريت تفهمونا هو ده حصل ازاي. ونفس الحقيقه برضه بتقول ان الشخص ده اللي بيتهم محمد صلاح في مواقفه بيحاول يشكك العرب في شرفه، هو نفس الشخص اللي بلده لبنان الاولى ان هو يتكلم عنها. مع ذلك لما بيحصل فيها نفس اللي بيحصل في فلسطين نشوفه عادي جدا بيصور تغطيه المباراه او فيديو استعدادا لماتش مهم، وساعات كمان بيعمل برضه نفس فيديوهات اثاره الجدل اللي هو بيعملها. يا جدع ده هو اللي بلسانه طلع وقال لك نادي تشيلسي اللندني اللي انا بشجعه بيدعم اللي ما يتسموش وانا عارف، ولكن هنعمل ايه ما باليد حيله، كل فرق اوروبا بيعملوا كده، بطل تشجيع كوره يعني. طب يا بلبل ما لو نفس المنطق دوت محمد صلاح فعلا المفروض ما يتكلمش، وان كل الفرق الاوروبيه بتعمل كده، انه مهما اتكلم مش هيزود ولا يقلل حاجه. عايز افهم الناس اللي متابعاك وانت بتخاطبهم دولت بني ادمين عندهم عقل ولا انت بتخاطب جماد ولا انا بيتهيألي؟ انا معكم عبد الملك المصري، بلبل ابو البلابل اللي غير اثاره الجدل مش قابل.